كان بيطلع في الفتره دي المستشار مرتضى بعد كل ماتش نبقى كسبانين ويقول لك اصل فنجاده عمل، اصل ده مش عارف ايه، ده لازم يمشي، احنا كسبنا بالحظ كسبنا. حتى يوم الماتش بتاع الاهلي اللي بحكوا لك ده اللي هو الاخير ده، هو ما كانش عايز يخرج وكان ممكن يمسك فنجاده يعمل اي حاجه فيه. كابتن حسام خلاص ختم مشواره معانا في السنه دي، وكان فنجاده استبعده فتره من الفترات كبيره جدا. في موسم 2004 كان في مشكله كبيره ما بين الكابتن حسام حسن وفنجاده المدير الفني لنادي الزمالك. احكي لنا الكواليس اللي حصل. طب هو الكابتن حسام من نوعيه اللعيبه اللي ما كانتش بتحب تتغير. حلو. وهو بدا الماتش ما اتغيرش، يعني ما فيش حاجه، ما ينفعش اتغير. بيزعل جدا جدا. يعني لو قعد احتياطي لازم يلعب اساسي ويكمل الماتش ولا ايه؟ هو اوريدي لازم يلعب ولازم يلعب اساسي وما يتغيرش. ثلاثه. لان هو ده جرينتا بتاعته. هو ده فكره. حلو. وهو كان يستحق ده حقيقه بصراحه. يعني كهداف، بس كان في جنبه ولاد لعيبه الكوره جامدين قوي وصغيرين في السن. جمال حمزه، وليد صلاح، عبد اللطيف، عبد الحليم علي، عبد الحميد بسيوني في فتره. فانت جنبك برضو لعيبه جامده، فانت لو قعدت في الملعب طول الوقت طب ما هو اللعيبه دي مش تاخد. ايوه. فالراجل كان بيغير، فكان بتحصل مشاكل كتير جدا جدا في الحته دي. حلو. حتى يوم الماتش بتاع الاهلي اللي بحكوا لك ده اللي هو الاخير ده، هو ما كانش عايز يخرج وكان ممكن يمسك فنجاده يعمل اي حاجه فيه وكان تبقى خناقه. بس هو عشان يتغير هو حازم اتعدت. عارف اللي هو حازم ايه برضه. ما حازم ما متغير معايا. يعني مع ان الكابتن حسام يعني هو كده، هو هو ده الكابتن حسام حسن. ماشي. فحصلت مشكله كبيره لدرجه ان في الفتره دي كابتن حسام خلاص ختم مشواره معانا في السنه دي، وكان فنجاده استبعده فتره من الفترات كبيره جدا. ولو انت فاكر كان بيطلع. المشكله كانت ايه؟ انه اتغير في ماتش. بس دي المشكله. خناقه. وخناقه صعبه. ايه يعني ضربوا بعض؟ كان بيطلع حتى ضربوا بعض كان بيطلع حتى ساعتها نائب. ايه ما بتردش يا عم اسمع. ما ترد. لا ما ضربوش بعض، لا ما حصلش ضرب. لان الراجل ما كانش بيعرض نفسه الحته دي خالص. على فكره من جانب المدربين الكبار قوي اللي جم في تاريخ نادي الزمالك. حلو. كان بيطلع في الفتره دي المستشار مرتضى بعد كل ماتش نبقى كسبانين ويقول لك اصل فنجاده عمل، اصل ده مش عارف ايه، ده لازم يمشي، احنا كسبنا بالحظ كسبنا. مع ان احنا كنا بنبقى ماسكين الفرق اصلا يعني زي ما انت عايز قول ويكفي ان انت خدت دوري بلا هزيمه من الفترات القليله قوي اللي بتحصل في تاريخ. يعني فالموضوع مش طب ايه اللي حصل؟ كابتن حسام ما كانش بيحب يتغير. بس ما حصلش اللي هو ضرب او كده زي ما اتقال ساعتها. بس الراجل استبعده الفتره.